الحمد لله حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور الدائم حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، أهلا بكم المشاهدين. حياكم الله. نستكمل سلسلتنا شيخنا في أعمال القلوب، وبإذن الله اليوم نتكلم شيخنا عن الخوف وربطه بأعمال القلوب. وكما قيل شيخنا في الخوف أن الخوف من الله سمة المؤمنين وآية المتقين وديدن العارفين. بداية شيخنا، ما هو الخوف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتحركون إلى الله ويعبدونه كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن مسألة عبادة الله سبحانه وتعالى هي جوهر يعني تتمحور حولها كل هذه المعاني التي نتكلم عنها. كثيرا ما كنا نقول بأن الإنسان يحلق إلى الله سبحانه وتعالى كالطائر برأس وجناحان، يعني يتحلق برأس وجناحين. فالرأس هو محبة الله سبحانه وتعالى، والجناحان هما الخوف والرجاء. وأيضا يقال بأن المحبة تورث الرجاء، أي ينبع عنها من أحب رجا، ومن عظم خاف. فنلاحظ بأن محبة الله سبحانه وتعالى ينجم عنها رجاؤه جل جلاله، وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره ينجم عنه جل جلاله، ينجم عن ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فموضوع الخوف هو يمكن أن نقول إذا عرفناه بنقيضه هو خلاف الأمن. فهنالك قلب آمن وهنالك قلب خائف وجل. والخوف هو حالة تعتري القلب نظرا لتوقع مكروه أو فقدان محبوب في المستقبل. الخوف غالبا أمر أمر مستقبلي. يعني نحن مثلا نقول الأحزان مكروهات مضت، والخوف مكروهات متوقعة مستقبلية. نعم، والغم مكروه واقع الآن في الحال، واقع في الحال. فالخوف هو عبارة عن حركة القلب وعدم اطمئنانه وعدم سكينته، فهو الذعر وهو الفزع وهو غياب الطمأنينة القلبية وغياب السكينة القلبية. كل ذلك يندرج في معنى الخوف. لو نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نلاحظ بأن مفردة الخوف وردت في العديد من المواطن بهذا الاسم، الخاء والواو والفاء، يمكن وردت 124 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء بالماضي أو المضارع أو يعني أو المصدر أو غير ذلك، على كل وردت بهذا. ولو أضفت إلى هذه المعاني 124 أضفت إليها ما له صلة بالمسمى نفسه، ما له صلة بالمسمى الخوف، ستلاحظ بأن هنالك صلة بين الخوف والخشية. فمن معاني الخوف الخشية، ومن معانيها كذلك مثلا الإشفاق والشفقة،
هذه كلها من المعاني التي يمكن إن شاء الله ومن معانيها كذلك الرهبة. في القرآن الكريم يعبر بالرهبة وبالفزع، فهم من فزع يومئذ آمنون فإياي فارهبون ولا تخافوهم وخافون. فهذه كلها من المعاني القريبة جدا، لكن فيها نوع من التعميم والتخصيص، فيها بعض الفروقات. لكن إجمالا نلاحظ بأن معاني الخوف في القرآن الكريم هذه 124 مرة، نلاحظ بأنها يمكن أن تقسم إلى 3 أنواع من المعاني. المعنى الأول هو الخوف المعهود، هذا الخوف الذي ذكرناه اللي هو حركة القلب وعدم اطمئنانه وكذا. الخوف الداخلي خوفا وطمعا، وطمعا، هذا الخوف المعهود اللي هو الخوف نفسه. أيضا تطلق على معنى القتل والقتال. فالله عز وجل يذكر ذلك مثلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هنا الخوف غالبا المقصود بها القتل والقتال وغير ذلك. وهذا المعنى على كل فيه أكثر من إيراد. موضوع القتل والقتال يطلقها القرآن الكريم على معنى الخوف. يطلق كذلك على معنى العلم والظن أو غلبة الظن، يعني معنى الخوف يطلق كذلك على هذا المعنى، إلا أن يخافا. يعني الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن الزوجين في حالات الطلاق يقول إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، أي غلب على ظنهما أو أيقنا علما أنهما لن يقيما حدود الله. نعم، فهنا بمعنى خافا، لكن الخوف نعبر عنه بمعنى شنو؟ بمعنى العلم المؤدي إلى نتائج مخوفة، العلم المؤدي إلى نتائج مخوفة في المستقبل. فهذه عموما المعاني على كل التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك الاصطلاح الذي ربما أطلقه كثير من العلماء هو حركة القلب وعدم طمأنينته وسكونه نظرا لخوف من أمر مستقبلي، إما مكروه يخشى حدوثه ووقوعه، وإما محبوب يخشى فقدانه وضياعه. صحيح. هذا تقريبا معنى الخوف في اللغة والاصطلاح. بارك الله فيك شيخنا. قبل ما نتعمق في الموضوع شيخنا، خلينا نربط شيخنا معنى الخوف بأعمال القلوب. الخوف يعني عمل قلبي. نحن الآن عرفناه بأنه هو عمل قلنا حركة القلب، مش كده؟ حركة القلب. صحيح. وبهذا الاعتبار هو مقام من المقامات، كما أن الرغبة والخشية والرجاء هي مقام من المقامات، مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن الخوف أيضا من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه المقامات الإنسان فيها يترقى بالعلم والعمل. كل ما كان هنالك علم وعمل كلما ارتقى الإنسان في هذه المقامات. فمقام الخوف له مقام علمي وله مقام عملي. المقام العلمي له علاقة بالقلب. مثلا كلما عظمت مخافة الله في قلب الإنسان كلما ازدادت أعماله أو خفت ذنوبه ومعاصيه. نعم. فمصدر الخوف هو مصدر قلبي. يعني خاف الإنسان من شيء ما ويؤثر ذلك في قلبه فتنتج حركة قلبية. هذه الحركة القلبية تؤدي إلى سلوك معين. هذا السلوك سلوك خارجي بطبيعة الحال. فحركة القلب هذه إما أنها تنفر من أمر كنت ستقدم عليه أو تدفعك نحو أمر أيضا أنت كنت تخشاه وهكذا. فكلما على كل ازدادت مساحة الخوف في قلب الإنسان. ولذلك السلف كانوا يقولون لا مكان للأمل في الدنيا، والخوف هو مقام الصالحين. الخوف هو مقام الصالحين، يعني دائما الصالحين تجدهم في خوف، تجدهم في الناس آمنون في دنياهم وهم في خوف. والله عز وجل تعهد لمن خاف في دنياه أن يؤمنه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. فمن أمن في الدنيا خاف في الآخرة، ومن خاف في الدنيا أمن أمن في الآخرة.
فموضوع الخوف هو من أعمال القلوب التي تنتج لنا بطبيعة الحال ترك المعاصي وترك الذنوب وترك الاقتحام على محارم الله، وتنتج لنا أعمالا إيجابية وهي أيضا كذلك المسابقة والمسارعة. فالله عز وجل يقول كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات رغبا ورهبا وكانوا ويخشوننا رغبا ورهبا. فالله سبحانه وتعالى أشار إلى موضوع المسارعة في الخيرات وربطها بالخوف خوف والرجاء. هكذا طبيعة الأشياء. فكلما كان الإنسان خائفا من الله فإنه يعمل ويجتهد ويسعى، ولكن إذا أمن مكر الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أو أمن العذاب في الآخرة فإنه يكون قليل العمل قليل الهم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ممكن تستكمل لنا يعني قليلا من الحديث في لماذا نخاف الله وما الحكمة، أو يعني إيش الحكمة من إنه الواحد يخاف الله؟ نعم. وبعدين شيخنا كيف إنه ممكن الخوف يؤدي في إنه الله يمكننا في الأرض؟ لماذا نخاف الله؟ لا إله إلا الله. سؤال مهم. طبعا الإنسان سبحان الله يعني بعض الناس ربما يوحي أو يرمي إلى بعض الأمور فيجعل الناس يشكون في مقام الخوف. مثلا بعض المتصوفة يقولون والله نحن نقبل على الله بالمحبة لا نقبل عليه بالخوف. وهذه طبعا يعني القرآن الكريم على كل تكلم بشكل واضح وصريح على قضية الخوف والرجاء، على مقام التبشير ومقام الإنذار. وبالتالي يصعب أنك أنت والله لا تحاول أن تخاف الله سبحانه أو تقول فقط والله اكتفي بالرجاء أو اكتفي بالمحبة. هذه ليست صحيحة. بل الإنسان في هذه الدنيا هكذا وضعه الله سبحانه وتعالى وأراد منه. فنحن أولا نخاف الله لأننا نعظمه. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نعرفه، وأمرنا أن نتودد إليه، وأمرنا أن نعرفه حق معرفته كما في العدل وما قدر الله حق قدره. فمن عرف الله حق معرفته فإن ذلك يورث الخوف. إذا عرفت الله بجبروته وعرفت الله بملكه وعرفت الله بكبريائه وعرفت الله بعظمته وعرفت الله بقوته وعرفت الله بإكرامه، كل هذه الأوصاف العظيمة الجليلة إذا تعرفت على الله بذلك فإن ذلك يورثك العظمة، تورث الخوف. العظمة تورث الخوف وتورث الخشية. كلما اقترب الإنسان من المثال في هذه المعاني كلما أورثه ذلك تلك العظمة أورثته خوفا. مثل من يتعمق في مفهوم المحبة. مفهوم المحبة هنا إذا كان أنت في الخوف تعظم أو تميل إلى جوانب الإجلال فإن في المحبة تعظم جوانب الإجلال. والله سبحانه وتعالى يقول تبارك اسم ربك ذو الجلال. فالجلال هنا مالك الملك الكبير المتعال العظيم قاسم الجبارين. هذه المعاني معاني الجلال. الإكرام الودود الرحيم الغفور. فكلما أنت سبحان الله تعمقت في معاني الإكرام ازددت محبة لله، وكلما تعمقت في معاني الجلال ازددت خوفا من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني هذه النقطة الأولى لماذا نخاف الله. نحن يعني كلما تعرفت على الله جاءتك الخشية والخوف والإشفاق والرهبة من الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نخافه، فنحن نطبق ما أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول فإياي فارهبون. وامتدح الله سبحانه وتعالى من يخافه ويخشاه، وأثنى على من يخاف. ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش كده؟ صحيح. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأثنى الله على الخائفين، وأثنى سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يخافون في دنياهم، ووصفهم في الآخرة، وعبروا هم أنفسهم عندما يدخلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا الإشفاق والله عز وجل يقول الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فهم من خشية الله في شفقة. إذن نحن أمرنا الله بمقام عظيم ومقام الخوف من الله سبحانه وتعالى.
فنحن نتعبد كما نتعبده بالصلاة والصيام والرجاء والمحبة، نتعبده أيضا إيه؟ بالخوف. فهذا ما أمر الله أن نتعبده به. الأمر الثالث أيضا نخاف من الله خشية ذنوبنا. فكلما شعرنا بأن هنالك ذنوب وهنالك معاصي وهنالك آثام وهنالك سيئات لا ندري حقيقة ما هي مآلات هذا الأمر بالنسبة لنا، نخاف. الإنسان يخاف إيه؟ يخاف سيئته ويخاف ذنبه، ليس كذلك؟ صحيح. ويخاف ظلمه ويخاف ما ستؤول إليه هذه الأعمال. فنحن إذن نخاف الله سبحانه وتعالى تعظيما له، ونخاف الله سبحانه وتعالى تنفيذا لأمره بأن نخافه جل جلاله، ونخاف ذنوبنا ومعاصينا. هذه ثلاثة أشياء. الرابعة نخاف كذلك من الخوف، أو نخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا معزز للأعمال الصالحة. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. نقطة مهمة جدا، أليس كذلك؟ صحيح. يعني أنت عندما تخاف هذا الخوف يتحول إلى محفز للأعمال ودافع للأعمال. أيضا نخاف الله سبحانه وتعالى من وعيده، فالله عز وجل وعد وتوعد. وعد لأهل الخير والصلاح بجنة، صحيح. وتوعد لمن عصاه بالنار. فنحن نخاف وعيد الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نخاف وعيد الله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني على كل يمكن إن شاء الله أن تكون. وفي نقطة مهمة أيضا، نقطة خامسة يمكن أن، وهو نخاف المجهول. الإنسان يخاف من المجهول. فأنت حتى اللحظة التي يقال لك يا فلان ابن فلان هاك كتابك بيمينك واتجه إلى الجنة وتدخل الجنة، فأنت في خوف. لماذا؟ لأنك في مجهول. نعم صحيح عبدت الله وكذا وكذا، لكن هل تضمن أن الله تقبل منك؟ مستحيل. هذه لا تضمنها. وبالتالي نحن السلف رضوان الله عليهم في موضوع الخوف والرجاء كانوا في حياتهم العادية يغلبون جانب الخوف. في الحياة العادية كانوا يغلبوا جانب الخوف. عندما يقدمون في اللحظات الأخيرة لحظات الموت والإقبال على الله كانوا يميلون إلى جانب الرجاء. في الحياة اللي فيها فسحة، فيها عمل، فيها أمل، فيها كذا، غلب الخوف. فإذا غلبت الخوف كان دائما أنت يجرك هذا الخوف إلى الأعمال. عندما يقترب الموت لا تحاول أن تجعل كفة الخوف هي حتى لا تيأس. مقبل على الله انشرح بالرجاء، وتوقع أن الله سيقبل كل ما فعلت. لذلك السلف رضوان الله عليهم هذه كان ديدنهم عليهم رضوان الله. بارك الله فيك شيخنا، بداية كيف ممكن أن نفرق ما بين الخوف والرجاء، وكيف ممكن أن نجد بينهم علاقة؟ هو العلاقة بين الخوف والرجاء قائمة، وهي في كل الأحوال قائمة، بمعنى يشتركان في الحد الأوسط في حركة القلب وغياب الطمأنينة والسكينة. تجد أن والله من يخشى يخاف، ومن يخاف أيضا تضطرب حركة، يعني يضطرب قلبه ويأتيه الفزع والذعر. لكن الخشية مرتبطة دوما بمسألة العلم والتعظيم. الخشية مرتبطة بالعلم شنو؟ والتعظيم. فمن كان مثلا خائفا من أمر معلوم وخائف من شيء معظم عنده، هذا نقول يخشى. لاحظت؟ فالخوف أعم والخشية إيه؟ الخشية أخص. الخشية تكون خصوصا لمن تعظمه، ولكن يمكن أن تخاف ممن تعظم ومن لا تعظم. قد تخاف من ظالم، قد تخاف إيه؟ من ظالم، لكن لا تخشاه. صحيح. هذا تخاف من الظالم لكن لا تخشاه. بالنسبة لله سبحانه وتعالى تخافه وتخشاه، تخافه وتخشى. كلما ازددت معرفة بالله وازددت علما بالله وازددت علما بأحكامه وازددت علما بالوعد والوعيد والجنة والنار خشيت الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فارتبطت الخشية بإيه؟ بالعلماء. مع أن الله أيضا في آية أخرى ربط بالخشية نفسها بمسألة الإيمان بشكل عام. من يؤمن أيضا إيه؟ يخشى. فمن آمن وعلم خشي الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا يكون الخوف ليس فقط من جانب العلم، لا، أحيانا تخاف مجهول. تخاف من إيه؟ من المجهول، من شيء ما تعرفه. نعم. تخشى الله وتخاف عذابه.
صحيح. لاحظت؟ تخشى الله وتخاف إيه؟ تخاف عذابه. فالمساحة الخوف أوسع من مساحة الخشية. هذه تقريبا ما يربط بين الأمرين يعني. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل شيخنا إلى جزئية المقامات ومراتب الخوف. نعم. بالنسبة لموضوع المقامات، أو ذكرنا بأن الخوف نفسه مقام من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، كما أن هنالك مقام اليقظة والإرادة والبصيرة والفكرة كما يقول ابن القيم، والتوبة إلى والمحاسبة وكذا. أيضا هنالك مقام اسمه مقام الخوف، فالإنسان يتدرج في هذه المقامات ومنها إلى أن يصل مقام الخوف. هذا إجمالا بأن الخوف مقام من المقامات، وينقسم هذا المقام إلى قسمين. مقام الخوف ينقسم إلى مما نخاف نحن، مما نخاف. هنالك خوف العامة وهم يخافون العذاب. هنا تأتي ترهيب، الخوف من عذاب الله، الخوف من عذاب الله جل جلاله. النوع الثاني هو الخوف من الله نفسه، تخاف ذات الله سبحانه وتعالى ويحذر. لا، يعني هم يعظمون الله فيخافونه، يعظمون الله فيخافونه، يعظمون الله فيخشونه، يعظمون الله فيقفون عند حدوده، يعظمون تحذير الله لهم فيلتزمونه. هذا الخوف الذي هو من الله جل جلاله، بعيدا عن انه في عذاب او ما في عذاب، هذا هو خوف الخاصة كما يقال. هؤلاء تجد ان والله لا تبكيهم فقط آيات العذاب من جهنم وكذا، بل يبكيهم الحديث عن الله جل جلاله، الحديث عن عظمته، عن جلاله، عن كبريائه، عن وصف ذاته سبحانه وتعالى، عن أنعام الله سبحانه. فكلما تأملوا في أسماء الله وصفاته ازدادوا خوفا. هذا خوف بينما تجد سبحان الله، وهذه يمكن منتشرة في مساجدنا كثيرا، وهو تجد أن الكثير من الناس يبكون عندما تذكر جهنم. صحيح. مش كده؟ يبكون عندما تذكر جهنم. لكن قليل من الناس من يبكون إذا ذكر الله. وأنا أعرف سبحان الله من الناس من كان يبكي مع قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين بس مع الفاتحة، دون أن تدخل إلى النار أو جلاء. وهذا طبعا خوف الخاصة، وهو عظم الله في قلبه. فإذا ذكر الله بعيد عن جهنم، فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خوف الصالحين، هذا خوف الصالحين. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فوجل القلوب هذا وخوفه وخشيته، هذا من أعظم أنواع أو مقامات الخوف لله سبحانه وتعالى. وهو طبعا الخوف الذي تحدثت عنه عائشة رضي الله عنها عندما قال الله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشية ربهم مشفقون. فكانت تتصور عائشة رضي الله عنها بأن والله يعني هم يخافون ذنوبهم ومعاصيهم. لا، قال لها ولا يصلون ويصومون وكذا، ولكن يخافون أن لا يتقبل الله منهم ويخشون أن لا يتقبل الله منهم. إذن نحن في موضوع الخوف هنالك مقامان أو قسمان كبيران. القسم الأول خوف من عذاب الله وناره التي توعد بها، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله واتقوا النار، مش كده؟ اتقوا الله واتقوا النار. فعلينا أن نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى، وليس في ذلك مذمة، لأن الله خوفنا بذلك. وكل ملك إذا خوف بشيء وما خاف الناس من هذا الشيء الذي يخوف به لم يعد ذلك أدبا. صحيح. لو واحد قال لك والله يا أخي أنا تخويفات الملك دي ما بتجيب خبري، لاحظت؟ فهنا الإشكال. يعني الذي يقول أنا لا أخاف ما خوف الله به، نقول له هذا ليس بالعقل. كل ملك في الأرض إذا كان له والله ما يرقب به يرجو، ولله المثل الأعلى،
أن الناس يرقبون فيما رقب فيه. صحيح. وإذا خوف بشيء يتطلع إلى أن الناس يخافون مما خوف منه. فأن يقول الشخص أنا والله لا أخاف، لا، نقول له يجب أن تخاف مما خوف الله به، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، مش كده؟ يا عبادي فاتقون. طيب، هذه من حيث المقامات. وأما من حيث المراتب فإن يمكن أن نقسم الخوف إلى 4 أقسام. نعم. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة سلام. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا، ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا بعد فاصل قصير. نجدد الترحيب بكم شيخنا، حياكم الله. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم شيخنا. نستكمل النصف الآخر من السؤال في مقامات ومراتب الخوف، وكنت قد جاوبت عن المقامات وتبقى لنا مراتب الخوف. نعم. بالنسبة لمراتب الخوف
يعني أولا خلينا نقول بأنه الخوف من حيث هو يقسم إلى خوف محمود وخوف مذموم إجمالا. يعني هنالك من الخوف ما هو مذموم، وهنالك من الخوف ما هو محمود. بالنسبة للخوف المحمود كذلك يقسم إلى نوعين. الخوف المحمود يقسم إلى نوعين. الخوف الأول الذي هو محمود هو الخوف الواجب، وهذا أصل حكم الخوف. إذا قلنا والله ما هو حكم الخوف فهو واجب، لأن الخوف له علاقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، له علاقة بأحكام الإسلام، له علاقة بالمحرمات، له علاقة بتعظيم الله جل جلاله إلى غير ذلك. فأصل الخوف من الله واجب، أصل الخوف من الله واجب الأصل. ولذلك الآيات كلها التي تتحدث فإياي فارهبون ولا تخشوا الناس واخشون، مدح الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في قضية إنهم كانوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ولمن خاف مقام ربه جنتان فأما من خاف مقام ربه. كل هذه النصوص تدل على أن الله سبحانه وتعالى يطالبنا بالخوف على سبيل الوجوب. فإذا الخوف واجب من الواجبات. لكن ما هو الخوف الذي هو واجب من الواجبات؟ هل كل خوف واجب من الواجبات؟ نقول لا. بالنسبة للخوف المأمور به، الخوف المأمور به شرعا ينقسم إلى واجب ومستحب. فما كان واجبا هو ما أدى إلى حصول الطاعات واجتناب المحرمات وإلى تعظيم الله جل جلاله. هذا الحد يعتبر واجب، يعني أن تكون هنالك حد أدنى من تعظيمك لله، من خوفك من الله جل جلاله، من أن قلبك إذا ذكر الله يحدث له نوع من الرعشة والخوف. هذا الحد لا بد أن يتوفر عند إيه؟ عند كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلم عن الله سبحانه وتعالى. لكن يترجم الخوف الداخلي. كيف نعرف أن الإنسان يخاف الله؟ كيف نعرف ذلك؟ إذا رأينا الرجل يؤدي الواجبات فهو يخاف الله، الخوف الواجب. إذا رأينا الرجل لا يؤدي الواجبات علمنا أنه مختل في خوفه الواجب. في خوفه الواجب. الخوف الواجب لا بد أن ينتج لنا أنك تترك المحرمات وتؤدي الواجبات. فمن اقتحم المحرمات، شرب الخمر، الزنا، قتل النفوس، الكبائر المعروفة، الغيبة، النميمة، قطع صلة الأرحام، هذه المحرمات المعروفة التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتحمها فإنه ما خاف الله الخوف الواجب. حق خوفه ما خاف الله الخوف الواجب، حق خوفه دي قصة كبيرة شديد. لاحظت؟ لكن لم يخاف الله الخوف شنو؟ الواجب. فأنت الخوف الواجب يؤدي بك إلى أنك لا تترك واجبا ولا تأتي محرما. ممكن نقول عن الخوف هذا هو الخوف الأدنى؟ هو الحد الأوسط. هذا هو الخوف الذي يحقق مفهوم التقوى. لو تذكر تكلمنا في مفهوم التقوى بمعنى تقوى الإسلام. الذي يحقق تقوى الإسلام، يرادف تقوى الإسلام. فهنا نلاحظ أن هذا الشخص يعني خوفه يناسب إسلامه. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من كان تقيا. فهنا هذا الشخص خاف الله سبحانه وتعالى فاتقاه فأدى الواجبات وترك شنو؟ المحرمات. هذا الخوف الأول، خوف المحمود. الخوف الثاني هو مستوى أرقى بعض الشيء، وهو خوف أهل الإيمان وأهل الإحسان، ليس خوف أهل الإسلام. خوف أهل الإسلام قلنا ترك المحرمات وإتيان الواجبات. أما هذا شيء زائد فهو الخوف المستحب. وهذا الخوف نلاحظ هو الذي ساد أوساط الصحابة رضوان الله عليهم. هو الخوف الذي يورث السباق إلى النوافل، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، نوافل الصدقات، نوافل الزيارات، نوافل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو الخوف الواجب، مش كده؟ قام الشخص بما افترضه الله عليه من الخوف الواجب. صحيح. قال: وما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب الإنسان، الخوف يحمله الآن على إيه؟
لا يحمله فقط على أداء الواجبات وترك المحرمات، الأشياء المستحبة، إنما يذهب في سباق ومنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. فهو في سباق في سباق ومضمار الخوف في مجال الاستحباب، الخوف المستحب. فهذا الشخص سبحان الله لا يكتفي بالواجبات، كما أنه لا يأتي المكروهات، لا يأتي المكروهات. لماذا؟ لأنه تجاوز مرحلة الخوف الواجب لأن يكون يخشى مما به بأس، يخشى أو يحتاط مما ليس به بأس. فهذا هو الذي اتسم به السلف رضوان الله عليهم، وكانوا يخشون ويخافون ويتسابقون في هذا الاتجاه. الخوف الثالث هو ربما الخوف، إذا جاز التعبير أن نسميه الخوف اللحظي. خوف لحظي هو ممدوح ولكنه لم يؤتي ثماره وأكله. مثلا شخص سمع موعظة في المسجد، موعظة بليغة، فوجل قلبه وخاف، محمود ولا ما محمود؟ محمود. لكنه خرج من المسجد وذهب إلى دكانه فصار يغش ويكذب وكذا. هذا نسميه على كل الخوف القاصر. خوف شنو القاصر؟ أو الخوف اللحظي. هذا الخوف هو صاحبه ممدوح إذا عزم واجتهد وأدى ما عليه من من الواجبات حتى يستقر على حالة الخوف الذي ينتج عملا. الخوف الذي ينتج عملا. وعندما نقول ينتج عملا، إما عملا إيجابيا واجبات، وإما عملا سلبيا ترك المحرمات، وهو عمل أيضا أن يترك الإنسان المحرمات، فهو أيضا في كل الأحوال محمود. أيوة. لكن هذه اللحظة التي جاءت إلى الشخص في ذاتها محمودة، يخشعر قلبه من ذكر الله، تليت آيات الله عليه فخاف، ذكر بالله فخشي. في لحظته إذا ذكر بالله تذكر، ولكنها ليس سلوكا راسخا ومستقرا عنده. ساعة وساعة، هذا يعني ساعة وساعة، لكن ما مستقر عليه الحال. وهذا طبعا أصحاب النفس اللوامة معظمهم على هذا. هنالك الخوف المحرم، وهو الخوف الحامل على ترك الواجبات. بعض الناس تقول له يا آمر بالمعروف أنهى عن المنكر، جاهد في سبيل الله كذا، يقول لك والله الخوف أنا أخاف. هذا الخوف قد يبلغ بصاحبه أحيانا درجة الحرمة، قد يبلغ بصاحبه درجة الحرمة والعياذ بالله. لأن الله عز وجل لما قال عن الظالمين لا تخافوهم لا تخشوهم لا كذا، صحيح هو مسألة الخوف الطبيعي، كل إنسان عنده هذا الخوف الطبيعي. لكن أشد الحالات والعياذ بالله، أشد الحالات التي تدخل في الحرمة هي أن يتماهى الإنسان مع الظالم خوفا منه، أن تتماهى مع الظالمين خوفا منهم وخشية منهم. لأن يوم القيامة ستبعث عند الله سبحانه وتعالى فيسألك ما حملك على مجاراة الظالمين وتأييدهم والسير في ركابهم، فيقول خشيتهم، فيقول الله له إياي أحق أن تخشى، كان إياي أحق أن تخشى. فالإنسان على كل، نحن الآن ما نحاول على كل أن نعتبر الكل هالك في هذا الباب، لكن هنالك من يجاري الظالمين ويطلب منه، يقول لهم أحيانا كلاما يسترضيهم به. قد يضطر الإنسان بلا شك، قد يضطر الإنسان أحيانا إلى أن يداهن، إلى أن يعبر بعض التعبيرات التي تحتمل الوجهين، لكن دون أن يساند ظالما على ظلمه أو يعين ظالما على ظلمه أو يجاري ظالما على ظلمه، بل أو يحتشد معه في ما هو فيه، الركب. فهو معه في كل حق وباطل. هذا بلا شك هذا الخوف هو الخوف الخوف المحرم. لكن شخص والله خاف من الظالم فلم يأمره ولم ينهاه، لزم بيته، هذا قد لا يكون يدخل معنا في هذا الباب، لأنه قد يدخل في الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي الذي حتى موسى بحكم أنه إنسان، بحكم أنه إنسان. هذا الخوف على كل أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتجاوزه أيضا. ولذلك من وقف أمام ظالم فأمره ونهاه وذكره بالله وذكره بآيات الله، ثم قام هذا الظالم فقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هذا من مقامات سيد الشهداء. ويمكن للإنسان أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ويبلغ بذلك مرتبة الشهداء الذين ربما لا يبلغها بعض المقاتلين يحملون السلاح ولكنه لا يبلغ مرتبة حمزة في أنه سيد الشهداء، ولكن هذا لم يحمل سلاحا
ولكنه الموطن الذي قال فيه كلمته فهو موطن يتوقع فيه أنه ستكون نهايته، ومع ذلك قام وأمر ونهى. وعلى كل هذه المقامات ما يؤتيها الله سبحانه وتعالى إلا من اصطفاه. فمثلا في عهد أحمد بن حنبل رضي الله عنه، الإمام أحمد لما افتتن الناس بالمأمون أو من خلقة القرآن، أي في موضوع الخلفاء بني العباس في قضية خلق القرآن، لاحظ معظم العلماء كثير منهم خافوا، وأغلبهم أخذوا بالتقية. وأحمد بن حنبل رأى بأنه الآن توجب عليه الأمر، فإذا كان لم ينصر الله تبارك وتعالى في هذا الموطن وتخاذل فإن الأمر سيكون صعبا. وهو يدرك، يقول والله لو أن فلان وفلان وفلان من العلماء فقط رفضوا رفضا عاديا لما ذهبت هذه الفتنة إلى هذا الحد، لكن خوف أولئك الخمسة أو الستة الذين ذكرهم أدت إلى استفحال هذه الفتنة. وكذلك تجرأ الظالم. هذا ما نلاحظه الآن في كثير من البلدان والعياذ بالله، صمت العلماء وعدم حديثهم، وخصوصا الحديث الجماعي. يعني أحيانا قد يكون صحيح الشخص لوحده قد يكون ضعيفا، لكن بمجموع الناس قد يكون الناس أقوياء. هيئة من الهيئات، مؤسسة من المؤسسات، مجموعة من العلماء ممن لهم سمعة في البلد، إذا قالوا للظالم توقف ربما يتوقف. الأكثرية غالبة، لكن الأكثرية غالبة، لكن لما يصمت الناس فيظن صاحب الباطل بأنه محق، بأنه محق. هنا تكمن المشكلة. عموما هذه مراتب الخوف ومقاماته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب المراتب العليا في ذلك. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الثمرات العاجلة والآجلة؟ الخوف له ثمرات عظيمة حقيقة، يعني له ثمرات عظيمة سواء في العاجل أو في الآجل كما ذكرت. فأول ثمرة من ثمرات الخوف هو أن يخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى، خصوصا عندما يخاف الله لذاته ويخافه لعذابه. مقامين اللي ذكرناها في أقسام الخوف، فإذا خاف الله فإنه يخلص لله سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن قوله تبارك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قالوا قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فشوف لاحظ كيف ربط بين الخوف والعمل وبين الخوف والإخلاص. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم واحد، فهو يخاف هذا اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، نخاف منه. لكن إيش اللي حصل؟ هذا الخوف ترتب عليه إنما نطعمكم لوجه الله، أورثه الإخلاص، ترجم بعمل. الخوف من الله ترجم بالأعمال، وترجمة الأعمال هذه كانت بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. هذه أهم ثمرة من الثمرات التي ربما الإنسان حقيقة يعني يؤتيها الله من شاء. الأمر الثاني أيضا من ثمراته أنه يدفع ويحفز للعمل. الخوف يدفع صاحبه للعمل، يدفع صاحبه للاجتهاد، يدفع صاحبه للخفة في العمل، ألا يكون الإنسان يعني الأعمال ثقيلة عليه، لا هو يخشى. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آية النور لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لاحظ كيف أن هذه الأوصاف ترتبت على ترتب على الخوف. إذا هم مسارعين إلى المساجد وساعين إليها ومرابطين ويدعون الله وكذا، ولكن الدافع لذلك ما هو؟ أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه ثمرة من ثمار هذه الأعمال. أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى يقمع الشهوات. الخوف من الله سبحانه وتعالى يقمع الشهوات. فكثير من الناس سبحان الله يكدرون شهواتهم الملذات التي هم فيها، وخاصة والعياذ بالله إذا كان الملذات هذه محرمات. فإن الإنسان إذا خاف من الله وذكر الله واستحضر عظمة الله وذكر الجنة والنار فإن ذلك يكدر عليه صفو المنكر الذي هو فيه، هذه الحالة التي تلبسته فيقلع عن ذلك. فمن أعظم ما يكدر على الإنسان الذنوب والمعاصي أن يكون خائفا من الله.
هذه ثمرة من الثمرات. أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى يورث الإنسان المراقبة والمحاسبة. فمن يخاف من الله يحاسب نفسه، من يخاف من الله مراقب على طول الخط. هذه من الثمرات العظيمة جدا. ولذلك سبحان الله من لم يخاف من الله ومن لم يخشى الله سبحانه وتعالى تجده تكثر منه ذنوب الخلاوات، تكثر منه ذنوب الخلاوات. فيأتي كما ذكر الحديث يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ قال لأنه كان يعني إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يخلو الإنسان بمحارم الله ينتهكها. فكأنما خوفه من الله ليس حقيقي. الخوف من الله سبحانه وتعالى يورث صاحبه الخشية والمراقبة والمحاسبة والمساءلة وعدم اقتحام المحارم، سواء في السر أو في أو في العلن. لكن الذي يخاف الله في الظاهر فقط، إذا الناس والله حوله، هذا ليس خوف، هذا ليس خوف. فعلى كل من ثمراته أنه يورث المراقبة. كذلك من ثمرات الخوف أنه يحظى الإنسان بمقام الثناء على الله سبحانه وتعالى. يعني لما قال وقالوا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر بأننا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فالله يثني عليهم، يثني الله سبحانه وتعالى عليهم، وهذا الثناء بلا شك من الأشياء المحمودة يتمناها كل إنسان. فهذه على كل من الثمرات التي يعني الإنسان إن شاء الله كلما يعني ذهب فيها يكون إن شاء الله. أيضا من الثمرات التمكين في الأرض. تمكين في الأرض يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يمكن في الأرض. كيف يمكن في الأرض؟ الله عز وجل توعد الظالمين بالهلاك، توعد الظالمين بالهلاك، ثم وعد بعد ذلك المؤمنين الذين يخافونه بميراث الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى ربط بين خوف مقام الله عز وجل وأن هؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا بالخوف من الله كأنما يقول الظالمين ما خافوه فأهلكهم الله، فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بالذين يخافون وعد الله وبالذين يخافون وعيد الله سبحانه وتعالى ويخافون مقامه. فكأنما الله يقول لكم يا مؤمنين إذا خفتم الله سبحانه وتعالى وخشيتموه ولجأتم إليه وتوكلتم عليه سبحانه وتعالى وخشيتم وخفتم مقامه أورثكم الله سبحانه وتعالى الأرض والديار. وبالتالي لا تخافون من تهديدهم. الكفر يهددونكم ويتوعدونكم ويقولون والله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودون في ملتنا، قال أو لو كنا كارهين في آية أخرى. صحيح. هنا قال فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن من ثمرات هذه كلها ثمرات دنيوية، وهذه النقاط التي ذكرناها معظمها دنيوية. من ثمار الخوف من الله التمكين في الأرض. أيضا الله سبحانه وتعالى يعني وعد النجاة لمن خافه. هذه كل الآن هذه الأشياء معظمها اللي أتكلم عنها هذه دنيوية، النجاة في الدنيا. كم من أناس سبحان الله يخافون المهالك ويرجون النجاة، أليس كذلك؟ صحيح. يعني إنسان يكون محفوف بظالمين يخشى منهم، محفوف بمجرمين يخشى منهم ويخافهم، لكن الله سبحانه وتعالى قال والله الذين يخافونني أؤمنهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال ثلاث منجيات منها خشية الله في السر والعلانية. إذن من أسباب النجاة في الدنيا الخوف من الله. كل ما كنت خائف من الله أمنك الله، كما أن لك الأمان الأخروي لك أيضا أمان دنيوي. أمان دنيوي.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله يؤمنك إن شاء الله في هذه الدنيا. هذه 7 إن شاء الله نكتفي بها كثمرات من ثمار إيه؟ من ثمار الخوف في الحياة الدنيا، من ثمار الخوف في الحياة إيه؟ حياة الدنيا. طيب هنالك في الآخرة أيضا ماذا لنا؟ طبعا ما في كلام. لنا جنة الله سبحانه وتعالى، لنا رضوان الله سبحانه وتعالى، لنا الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، لنا الأمان عند الصراط، لنا الأمان في الحساب، لنا الأمان من العقاب. يعني سبحان الله ستجد بأن لنا الأمان من النار إلى غير ذلك من. ثم بل لهم الأمن المطلق، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا وطمعا. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن حالتهم هذه التي كانوا عليها في الدنيا، التي كان ما يستطيع يستقر على المضاجع، فإن ذلك لهم الأمن ولهم المقام إن شاء الله الرفيع يوم القيامة، ولهم حصول المغفرة ولهم الرضوان جل جلاله، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك لمن خشي ربه، بعد أن ذكر الجنان وقال ذلك لمن خشي ربه. وفي الختام أيضا لهم جنة الله سبحانه وتعالى نتيجة هذا الخوف. إذن كل هذه تعتبر من الثمرات إن شاء الله التي يمكن أن تدرج في هذا الباب العظيم. بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، شاكرين لكم حسن المشاهدة والاستماع. دمتم سالمين. ah ah ah